ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت. في انتظار كرة رودريغو تاباتا حامل شارة القيادة من الجانب القطري، والحكم الياباني يعلن على التنفيذ. كرة بالراس، كرة جول سوريا، سيباستيان سوريا منذ البداية. مشاهدينا الكرام، يأتي أسبقية نارية للرهيب القطري في هذه اللحظات. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. كرة برازيلية، عفوا كرة مليمترية من رودريغو تاباتا، والرأسية قطرية لسيباستيان سوريا. يغالط محمد الشامسي منذ بداية المباراة، ويأتي للكتيبة القطرية أسعد الأوقات. سيناريو ربما لم يكن يفكر فيه أكبر متفائل من الجانب القطري، بمساوية بألوى الأوزبكي بهدفين لهدف. وهذه هي الجولة الرابعة، جولة حاسمة أكيد تبلور لنا ما تبقى. وهذه كرة رودريغو تاباتا لأحمد العلي، التوزيع بالراس ومرتدة، والهدف الثاني. نار نار يا وخياني، هدف رائع من الفنزويلي جالمين ريفاس. صمت رهيب يخيم على مدرجات النهيان. 5 دقائق من نار للفريق القطري منذ بداية المشوار. البداية لسيباستيان سوريا بالأسبقية، والنهاية لجالمين ريفاس بثاني الأهداف بعد كالعادة مرور رودريغو تاباتا. 2-0 منذ بداية هذه القمة النارية. والريان مشاهدينا الكرام فنان في هذا الزمان. دفاع إماراتي تجاوزته كل الأحداث، وفرحة طبعا تركية قطرية في هذه اللحظات الكروية. جالمين ريفاس الفنزويلي يأتي الهدف الثاني فريق الوحدة. لنذكره مشاهدينا الكرام، لم يفهم إلى حد الآن ما الذي جرى في وسط الميدان. فريق الوحدة بإمكانيات هجومية، وكرة جول، كرة جول رائعة. أوه، هدف آية في الروعة، هدف فيه الكثير من الفنيات. شنو هذا؟ من أجمل ما يكون يا ليوناردو. ليوناردو يتلاعب بفات يونس ويرجع الأماني الإماراتية في نار يا حبيبي، نار في هذا المشوار ما بين الوحدة والفريق القطري نادي الريان. رائعة. ليوناردو بطريقته البرازيلية يحتم كل الدفاعات القطرية في هذه اللحظات الكروية، ويعطي تذليل الفارق باستفاقة لتيم كات في هذه اللحظات. أي سيناريو ولا واحد في عنا، والخطورة القطرية ممتازة. محمد علاء يوسع وتدخل من المنهالي. مباراة رائعة على المستوى الفني والكوري يسدد جول. ريفاس الفنزويلي هو القناص، هو مرعب المدافعين والحراس. الهدف الثالث للرهيب ولا رهيب. كرة يسارية من الكوري الجنوبي ريم شونغوو، والمتابعة فنزويلية لجالمين ريفاس، والثلاثية القطرية يا ناس قوية ومثالية. 3-1 يا سادة من فضلكم للفريق القطري نادي الريان. فنان وبرشا مزيان في هذه الأوقات. 4 في هذا الموسم، متقدما على هداف الشارقة ويلينغتون. وهذه كرة والمراوغة وتسويق جول. ليوناردو يا فرحة الهولندي تيم كات. 3-2 لفريق الوحدة في مباراة مجنونة. ليوناردو
وفنياته، لكن دفاع قطري وخاصة جونزالو فييرا لم يعرف التعامل مع هذه الكرة لليوناردو. فنيات كبيرة للبرازيلي باليسار، حتى له على يسار الحارس فهد طبعا يونس، وتعود الأمان الممكنة لنادي الوحدة الإماراتي. 5 أهداف يا سادة في مباراة لم تكن كالعادة. إلى حد الآن صدرها الدفاع القطري. اسماعيل مطر، اسماعيل رايح على الكرة، سيباستيان فيها جول، فيها جول، فيها جول، جول! هو ليوناردو البرازيلي في ثالث أهدافه، يعود بالوحدويين من بعيد من بعيد من بعيد. التعادل 3 أهداف ل3 بين الوحدة والريان. شوف الكرة، اسماعيل مطر كان في البداية، وطبعا ليوناردو القناص كان في المتابعة، ويضع الكرة في الخطر. ينهار فريق الريان مع اقترابنا من نهاية المباراة بفرحة الإداري الفني البرازيلي دا سوزا. ليوناردو منقذ نادي الوحدة في هذه الأوقات. لا يلوم إلا نفسه فريق الرهيب، لأنه تراجع بصفة مذهلة إلى المواقف الدفاعية. أكيد نجم كبير والله اسماعيل، كل التقدير. اسماعيل مطر يوزع في القائم الثاني وبالراس. شنو هذا؟ الريمونتادا، الريمونتادا إماراتية في الدفاعات القطرية. 4-3 للوحدة الإماراتي. فريق الوحدة بليوناردو يأتي بالرباعية في الشباك القطرية. هذه كرة اسماعيل مطر المنهالي بالراس، ليوناردو بالراس القناص.